السلام عليكم حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين. خلصنا العيد وكنا عاملين مع بعض الكحك، وعملنا البسكوت. عملنا الكحك بطريقتين، وعملنا البسكوت العيد، وكمان عملنا الغريبة، وعملنا كمان البسكوت ورقة الشجر، وحاجات حلوة كتير. وكمان عملنا الترمس اللي ما بياخدش معانا ساعة. ورجعنا بقى خلاص لوصفاتنا الاقتصادية واكلنا الجميل وحلوياتنا الاقتصادية. يلا بينا كده نسمي بسم الله ونشوف كشري الحلة الواحدة عملناه بأسرع طريقة ممكن نعملها. أول حاجة نص كوباية من العدس أو جبة أو العدس البني، زي يعني ما تحبوا تسموه. نقعته ساعة في المية مغلية، يعني غليت شوية مية كده وحطيتها في حلة أو في بولة أو في أي حاجة، وحطيت فيها العدس بتاعي لمدة ساعة، وسبته كده. بعد ما الساعة بتاعته يعني عدت، بدأت بقى أجيب الحلة بتاعتي وأجيب فيها نص كوباية أو أقل من نص كوباية بشوية من الزيت، مش كتير لأن هنعمل فيه دلوقتي البصل وهنعمل فيه الكشري بتاعنا. وبدأت بقى أنزل ببصلاية كبيرة أو بصلتين. طبعا الكمية دي بتاعتكم انتوا، يعني كل واحد على قد الكمية اللي هو هيعملها أو على قد أفراد أسرته. انزل البصل كده اللي انا معفراه، بس تعفره بسيطه كده بالنشا علشان يدي طعم حلو وقرمشه. وابدا بقى احطه كده في الزيت بتاعي واطلعه اللون الجميل ده، يعني ولا هو اصفر بس كده ذهبي، لا هو مدي بني غامق، ما سيبوش ولا يتحرق ولا طلعه اصفر كده ما يكونش مقرمش معايا. اللون ده مظبوط جدا وجميل وطعمه حلو جدا. ابدا بقى اطلعه باي حاجه اصفيه كويس جدا، بمصفى، بحاجه زي اللي انا بطلع بيها. المهم اطلعه على منديل او على ورقه مطبخ، وابدا اصفي كل الزيت بتاعي من البصل، يعني ما اخليش فيه اي بصل خالص. حبايبي واخواتي، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه، حاجه بتفرحني وبتسعدني، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، واكبر بيكم باذن الله، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بدأت بقى كده اطلع البصل بتاعي كله علشان ابدأ اشتغل في نفس الحلة وفي نفس الزيت بتاعي، بس بعد ما نضفت الزيت بتاعي كويس من البصل. هنا بس انا باخد يعني معلقة كده. بعد ما صفيت الزيت كله بدأت احط في الشرايح يا جماعة، عشان محدش يقول لي دراعاتك او حاجة. دي ايد بنتي صغيرة، دي ايد بنتي. بدأت بقى اقلب كده الشعرية بتاعتي واحمرها تحميرة حلوة جدا. لو موجودة عندنا يعني شعرية متحمرة زي اللي كنا عاملينها قبل كده في القناة وسايبينها متحمرة جاهزة، نستخدمها. الكشري مش هياخد معانا اي وقت. طبعا انا عندي لسه متحمرة جاهزة اللي هي كنا عاملينها في رمضان قبل كده، بس حبيت اعمل معاكم الكشري من اوله. وبص هو بسيط جدا وبالنوتي اللي عاملاه زي ما قلت لكم. وبدأنا بقى بعد خلاص ما الشرايح اتحمرت معانا، بدأنا بقى نحط الرز بتاعنا المغسول كويس جدا ومنقوع. وطبعا لازم واحنا بنحطه برضه نصفيه عشان لو فيه اي ميه. هديله بس تشويحه حلوه كده الرز مع الشرايح عشان تبقى مفلفل ويبقى جميل. هديله تشويحه بسيطه، وفي الوقت ده طبعا انا حاطه ميه في الكتل او في براد اي حاجه، المهم تغلي معايا، عايزه ميه تكون مغليه. بدأت كده اديها تشويحتين 3، وهبدأ بقى اصفي العدس بتاعي اللي انا كنت نقعاه ساعة في مية مغلية. ابدأ اصفيه كويس جدا وانزله على الشعرية والرز بتاعي برضو، اديله كده تقليبتين 3 تشويحة حلوة كده. طبعا احنا هنا مش سالقين العدس خالص، بس حاطينه نقعينه في مية مغلية، وكمان سيبناه ساعة، فدوت خلاه يعني استوى نص تسوية كده، وهيكمل تسويته مع الرز ومع الشعرية ومع كل الحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها في الحل. بعد بقى ما اخد معانا كده تسوية حلوة كده، ويعني تشويحة قصدي حلوة كده، بدأت بقى انزل بكمية المكرونة اللي انا عايزة. يعني عايزين كيس، عايزين نص كيس، ربع كيس، براحتكم. انا هنا حطيت نص كيس من المكرونة الصغيرة اصغر حاجة، وحطيت كمان نص كيس من المكرونة الاسباجيتي او المكرونة الطويلة يعني زي ما بتسموها. حطيت نص من ده ونص ده. انا بالنسبة لي الكمية دي حلوة قوي على قد يعني بناتي وكده. انتوا بقى الكمية اللي انتوا حابينها ممكن تعملوها. طريقة بسيطة جدا ما بتاخدش وقت ولا غلبة ولا اي حاجة. هبدأ بقى احط المكرونة عليهم وانزل بالمية السخنة كويس كده عليهم. طبعا كمية المية لازم نظبطها عشان ما يطلعش معانا رز معجن. طب اعرف كمية المية اللي احطها على كل الخليط الجميل بتاعنا ده ازاي؟ يعني اكننا بنعمل رز عادي خالص، بس هنزود له الميه شويه. يعني اكننا بنعمل رز عادي زي ما انتوا شايفين كده، انا بقلب كويس عشان المكرونه بتاعتنا
تخش كده مع الرز والعدس والشعريه بتاعتنا، فيبقى كل حاجه مستويه. انا بقى هنا يعني انا هنا محتاجه ان انا احط شويه ميه كمان. انا حطيت لها بقى شويه ميه كمان، وهبدا بقى احط شويه من الفلفل الاسمر، بيديله طعم حلو قوي قوي للكشري. يعني ما تقلقوش ان هو الفلفل الاسمر هيأثر في لونه او في طعمه، لا، هيديله طعم حلو قوي قوي وهياخده في حته تانية. وحطيت كمان مكعب واحد بس من مكعب الماجي، يعني مش حابين تحطوه براحتكم، بس بيدي طعم حلو قوي. وحطيت الملح بتاعي، بس اراعي وانا بحط الملح ان انا حاطه مكعب ماجي او مكعب مرقه، يعني علشان ما يبقاش الاكل حادق معانا او الملح بتاعه زايد يعني. خلاص انا كده حطيت كله وقلبته. مفيش اي مشكله لو حسيتوا ان هو عايز شويه ميه ممكن نحط له شويه ميه، مفيش اي مشكله، يعني دي حاجه في ايدينا. لكن لما يكون في ميه كتير دي مشكله شويه. بدأت بقى زي ما انتوا شايفين كده قلبنا خلاص، والميه بتاعته حسيت ان هي عايزه شويه، نحط شويه صغيرين خالص من الميه السخنه في الغطا ونحطهم عليها. بس انا حسيت ان هو كده مظبوط ومش عايزين ميه. هنقلب بقى الكشري بتاعنا كويس، وكده خلاص خلصنا الكشري بتاعنا الجميل. انا بقى عندي اللي هو الحمص بتاع الكشري عندي مسلوق، لما باجي اسلقه بنقعه من بالليل للصبح او 3 ساعات على الاقل، يعني وقت ما نحب نعمله كده او كده مفيش اي مشكله. بنقعه من بالليل للصبح وبعدين بسلقه، وبعد ما بسلقه بحطه بقى بعد ما يبرد خالص اصفيه من الميه بتاعته واحطه في كيس واحطه في الفريزر، يبقى جاهز عندي ما ياخدش معايا اي وقت خالص. فانا كان عندي شويه احطهم على الكشري. وكمان كان عندي الدقه، هقول لكم طريقتها دلوقتي. الدقه دي حلوه قوي برضو، بحطها في ازايز كده او في ازازه كبيره احطها في التلاجة. اهم حاجه تكون الازازه مقفوله كويس وما ناخدش من جوه الحاجه او البرطمان او الازازه بالمعلقه علشان ما تحمضش معانا، ونسيبها في التلاجة مده طويله وناكل منها يعني مده طويله، اكتر حاجه 15 يوم بس. هنا بقى بدأت ان انا اعمل الصلصة بتاعت الكشري الخطيرة. هنا كده نزلت معلقتين 3 من الزيت اللي انا كنت حيشاه قبل كده. انا كنت وانا بحمر البصل كنت مزودة الزيت شوية، وبعد كده شلت منه كام معلقة كده في الحلة عشان اعمل بيهم الصلصة زي ما انتوا شايفين. حمرت التوم، جبت كده 5-6 فصوص من التوم وحمرتها في الزيت اللي احنا كنا شايلينه من البصل. ونزلت بقى بالطماطم، الطماطم دي بقى اللي انا كنت مفرزاها معاكم في رمضان، نزلت بيها بقى كده. وبدأت احط لها شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسمر وشوية من الملح، انا مش عايزة اكتر من كده. نسيت اقول لكم ان انا بعد ما حطيت التوم نزلت على التوم اول ما اداني اللون الاصفر بتاعه الخفيف، نزلت على طول بمعلقتين من الخل العادي الابيض بتاعنا. وبعد كده حطيت الطماطم اول ما اتسبكت، يعني غلوتين 3 هي متسبكه، انا مجهزاها متسبكه وكل حاجه، بس سبتها تاخد غلوتين. اول ما خدت غلوتين والقوام بتاعها تقل شويه معايا، نزلت على طول بالتوابل وشويه صغيرين من الميه، خدت غلوتين وركنت على جنب. انا بقى هنا قمت بقى عشان انا اعمل الشطه دي بتاعتي انا بقى، ويعني بتبقى طعمها جميل ونفس بتاعت بره اللي احنا كلنا بنحبها وبنحب ناكلها. انا نزلت بقى في الطاسه بتاعتي كده بمعلقتين 2 من الزيت، مش عايزه اكتر من كده. لو عايزينها تبقى فيها زيوت كتير كده او ماده دهنيه كتير زي اللي بنجيبها من او بناكلها في محلات الكشري زودوا براحتكم، بس انا عشان هعمل شويه شطه بسيطه يعني مش هعمل كده، حطيت معلقتين 3 بس من الزيت. زي ما انتوا شايفين بقى حطيت كده معلقتين ونص كبار من الشطه الحمراء بتاعتنا السوداني دي اللي هي يعني مفيش بعد كده، وبدات احمر فيها على نار هاديه، وانا عايزاها بس تدوب معايا تماما وريحتها تطلع. يعني هي فيها حبيبات صغيره خالص كده الشطه، انا عايزاها تبقى سايحه كده من بعضها ويبقى ريحتها طالعه. اول ما ريحتها تطلع يبقى هي كده تمام قوي وحلوه جدا وخلاص ونقدر نستخدمها. بس قبل ما هقفل عليها هحط لها يعني 5 معالق او 6 معالق بس من الميه. اول ما تغلي معايا اطفي عليها على طول عشان ناكل احلى شطه. وممكن نحط لها شويه ملح لو حابين، انا عن نفسي بحط لها ملح علشان بحب كل حاجتي تبقى مظبوطه، يعني تبقى هي كده مش عادبه او ما تبقاش مش مملحه واجي احطها على الاكل تخلي الاكل بتاعي مش ملحه مش مظبوط. فبحب احط لها كده حاجه بسيطه خالص من الملح. زي ما انتوا شفتوا كده انا حطيت 5-6 معالق من الميه، وانا برضو ايدي فيها افضل كده اقلب فيها، لان الشطه لو حمرناها زياده عن اللزوم هتتحرق، ولو اتحرقت هتبقى مره جدا جدا مش هتعجبكم خالص.
انا علقت عليها كده على نار هاديه لحد ما لونها اتغير، وكمان ريحتها طلعت كده. اول ما ريحتها تطلع يعني ما استناش بقى اما ريحتها تطلع قوي قوي وتبقى ريحتها يعني نفاذه لدرجه انها تخليني اعطس. لا، انا عايزه اول ما اشم ليها ريحه خلاص احط لها بقى الميه والملح، وعايزاها بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. جميله طبعا. دي الشطه مش الدقه او مش الصلصه، فمش عايزينها تقيله. لو انتوا حابين تبقى تقيله مفيش مشكله، ممكن تتقلوها شويه. بس كده، وعملنا احلى دقه بمعلقه واحده من الزيت. فصين توم اول ما ريحتهم تطلع احط الميه وملح وكمون وشطه وشويه خل، واحلى دقه ممكن ناكلها ونقدر نحتفظ بيها في ازازه في التلاجة. وبألف هنا وشفا.